جماعه طعميه مليانه جدا بشكل غير طبيعي. شكل الطعميه بالبطاطس وهم بيعملوها حاجه لا يفرقها كمان. اختراع ولازم يتجرب. العصير ده معمول من كيوي وجرجير وحلاوه وبلح. يعني بالنسبه لي جديده ان انا اكل سندوتش شوكولاته في حفله، فيلا بسم الله. مش كل الناس بتحب ان الناس تصور عندها ساندوتش كوريا. بص بقى الحلاوه ايه الروعه دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سليم النهارده في فيديو جديد ولكن في محافظه جديده الا وهي اسكندريه يا جماعه. النهارده يا جماعه هنكتشف كل واحسن واروع اكلات الاكل المرعبه اللي موجوده في اسكندريه. هنبدا كل تجارب الاكل في اسكندريه من هنا في محطه رمل. لسه واصل دلوقتي حالا الساعه 10 الا ربع. هنا لو انت او انت اول مره ليكم موجودين هنا على الشانل فاهلا وسهلا بيكم. يلا اشتركوا دلوقتي حالا في القناه عشان تشوفوا كل الفيديوز الجايه وان شاء الله تشوفوا هنا تجارب مختلفه ومتنوعه جدا في مصر وحول العالم. يلا بينا. اسكندريه حلوه قوي قوي قوي. الصبح اول ما وصلت دلوقتي حواليا كل المشاريع. ميكروباص اسكندريه يعني مشروع. ده موقف كل المشاريع اللي موجوده دي هناخد منهم مشروع عشان نروح عند اول ستوب وهي المكان اللي هندخل فيه. علامه اسكندريه التاكسي الاصفر والاسود التحفه ده اللي هتلاقيه في كل شارع في اسكندريه. دي احلى حاجه في اسكندريه، التاكسي الملون التحفه ده. هناخد مشروع عشان ناكل. جعان ولا مش جعان؟ زين فلوجز. زين اول ضيف معانا النهارده. عامل ايه؟ الحمد لله. عرف نفسك. انا زين بعمل محتوى على اليوتيوب بقالي 5 سنين ولا 6 سنين. جاهز ناكل النهارده يا زين؟ جاهز، عايز افطر وعايز اشرب قهوه. يلا بينا. يلا بينا. احلى حاجه ان احنا وصلنا بدري، فالنهارده السبت الدنيا اجازه شويه. ركبنا اتوبيس وصلنا عند مكتبه اسكندريه. القاهره بنفس سعر وكل حاجه 8 جنيه. شوارع اسكندريه بقى جميله. المباني بقى بتبدا تظهر من هنا، يعني يبدا يظهر كمان المباني بتاعت اسكندريه من هنا. يمكن في الروقان كده تعرف تشوف الشوارع اكتر، تعرف تشوف الاماكن اكتر. يعني كل ما تكون رايقه كل ما تكون تعرف تشوف الاماكن بشكل احلى. ساعات هنا شكلها حلو قوي. الظاهر كده ان في مساحات خضراء في اسكندريه كتير اكتر من القاهره. يعني في جناين في كل حته. يعني هنا في جنينه، التقاطع اللي جاي في جناين قدام وفي جناين في كل حته. فدي حاجه لذيذه شويه. شكرا. لا تحت امرك. انت مش نازل صوتك. اللوكيشن بتاعنا هنا مش عارف اسمه ايه بقى. هو شكرا. الله يكرمك. الله يكرمك. شكرا. شوارع اسكندريه هاديه ودي احلى حاجه دلوقتي وفاضيه تماما. شكلنا ان شاء الله هنستمتع النهارده. بصوا شكل العماير حقيقي حلوه. الشوارع مريحه. يعني ده اول شارع هدخله كده حاسس براحه وهدوء نوعا ما. المكان اللي احنا رايحينه في اخر الشارع ده هنستكشفه. حاسس ان هو هيبقى زحمه ولكن هنشوف. حلو. دلوقتي احنا عند اول ستوب انا وهو عم زغلول. ادخل كده اوريكم الاجواء. بجهزوا الفطار ازاي. السلام عليكم. ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ انا اول مره اجي عندكم وعاجبني قوي الاجواء. اول حاجه انه المكان هنا اجواء مختلفه قوي. اول ما انت بتدخل بتلاقي بسم الله ما شاء الله كل حاجه مفروشه في الشارع. الناس كلها بتجهز كل حاجه ممكن تتخيلها بقى. الخيار والمخلل وما شاء الله عندهم كم انواع الجبن غير طبيعي. رقم واحد ما شاء الله. رقم واحد ما شاء الله. رقم واحد ما شاء الله. واحسن حاجه بقى انه جوه بيعملوا طعميه وهنا الناس بتعمل سندوتشات. منور. ربنا يخليك. انا ممكن ادخل من هنا. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله شكل الطعميه. السلام عليكم. منور. شكل الطعميه بالبطاطس وهم بيعملوها حاجه لا يفرقها كمان. ما شاء الله. بصوا الاجواء الطعميه والسرعه اللي بيعملوا بيها بسم الله ما شاء الله. بيجهزوا الطعميه بيجهزوا البطاطس بيجهزوا كل الاجواء من هنا. حركه غير طبيعيه وزحمه غير طبيعيه. كم ناس غير عاديه كلهم بيشتغلوا بسرعه. ما شاء الله. عايش. الله ينور. اجواء غير طبيعيه. هنا البطاطس والطعميه وهناك بيعملوا سندوتشات غير طبيعي. ممكن اجيلك. بصوا بقى كم السرعه اللي بيعملوا بيها سندوتشات. ما شاء الله. الله ينور. كونك انت قاعد بتطلب الاكل وتتفرج غير بس لما تدخل وتشوفهم وهم بيعملوا الاكل. اجواء حلوه قوي قوي الصراحه. رقم واحد يا ريس. رقم واحد يا ريس. رقم واحد. قاعدين وراك. الله ينور. انزل
فين يا باشا؟ على اليوتيوب قناه اسمها سليم مسافر بالعربي. بصوا السرعه بتاعت الاكل اللي هم بيعملوه، هي الاجواء حلوه في كده ان هم بيعملوا الاكل ما شاء الله بسرعه، وكم ناس غير طبيعي وكتير. بصوا هنا بيعملوا العلب، بيعملوا السندوتشات، هنا طعميه ما شاء الله جوه البيت، بس الجميله بتاعت هنا بيعملوا البيت كل مكان وبيعملوا فيه حاجه. هنا بيعملوا البيت، هنا طعميه، هنا سندوتشات والحاجات التيك اواي. ايوه هنا عم زغلول، هنا عم زغلول واحد بس. وهنا الحاجات المخلله دي. ندخل دلوقتي نقعد. بصوا بقى هنا الجبن والحمص والطعميه كل حاجه ما شاء الله. نهارك ابيض، ربنا ينور. الله ينور يا عمو، الله ينور. ما شاء الله كل حاجه بيعملوها بسرعه، تقطيع وتجهيز الاكل، وانت بتدخل بس اجواء حلوه قوي. عاجبني ان هم ثانيه واحده زي ما انت ما شاء الله. منورين والله، احلى ناس في الدنيا، منورين. اهلا عم زغلول. اهلا ازيك، عامل ايه؟ ايه الاخبار احمد؟ مكان دلوقتي اهلا عم زغلول. رقم واحد. يلا حته بالله عليك، يلا بينا. شايفين دلوقتي شايفين لنا مكان، اول ما بتيجي انت بتقعد في كذا مكان ما شاء الله. في مكان اللي ورا ده، في المكان التاني ده، فهنستكشف المكان التاني. الله اديله، بص بقى الحركات ما شاء الله. صورتك هناك. خليك هنا بص. احمد الجميل عامل الاكل دلوقتي ما شاء الله. ده شكل كده الاكل هم بيطلعوه للناس، فحاجه تحفه، تحسوا كده لوحه فنيه مش اكل. تسلم عشان انت اللي مطلعه، بس شكله حلو. شكرا يا احمد، تسلم ايدك. هنشوف ان شاء الله الاكل هيطلع لنا بشكله عامل ازاي. واحلى حاجه ان هنا المكان تحس كده باجواء، انت داخل رحله، مش هتاكل اكل وخلاص، لا تحس كده في ايه اجواء وتفاصيل في كل حاجه. اتفضل. شكرا ان شاء الله. السيرفيز نجهز كل حاجه، تلاقي فيه كل حاجه، بطاطس جمبري، فول، البطاطس المحروسه، الكولسلو، البتنجان الجميل، حركات يا جماعه، الطماطم ما شاء الله. في اجواء حلوه قوي. دي بطاطس جمبري. طعمي حبيبي. أرنبيط بقى عم حاج. ده ايه؟ أرنبيط على الفطار. ربنا يستر. ربنا يستر. ماشي شكرا. لا شكلنا ملفت قوي صح؟ لا لا الكاميرات بتجيلنا يا جماعه مخصوص والله. شكرا لسه عاملين. اوكي شكرا جدا، تسلم ايدك يا عم. شكرا. في حفله، فيلا بسم الله. ما بحبش اصور خالص واحنا بناكل، ولكن هنحاول ان احنا ناخد شوتس كده سريعا من كل حاجه، اقول لكم رايي في كل حاجه سريعا. بالعادي بصراحه ما بحبش اصور الاكل خالص، بس البطاطس معموله بطريقه حلوه ما شاء الله، كل حاجه سخنه ولذيذه. دي بطاطس عاديه، دي بطاطس جمبري عاديه. انا بالنسبه لي شايفها بطاطس عاديه، يعني اختراع بطاطس الجمبري بصراحه ما بحبوش خالص، ولكن حلو في القرمشه بتاعته، فهو مختلف عن بطاطس عاديه لذيذه ما شاء الله. الفول اكتر حاجه ان هم عاملينه يعني في اجواء، انت مش بتاكل فول ساده، تاكله بالطحينه وتاكله بالسلطه، ففي اجواء حلوه. تعالوا كده نجرب مع بعض. بسم الله. الفول حلو قوي كتتبيله. اكتر حاجه عجباني هنا ان انت مش بتاكل فول او طعميه بس، في حاجات تانية حواليه، فبتخليك تديك طعم حلو قوي مع الاكله الاساسيه، مش بتاكل فول او طعميه بس. زي البطاطس المهروسه، زي الكوستو. ايه رايك في الحاجات اللي مع الاكل؟ اول مره حاسس ان هي اللي محليه الاكل. 10 من 10. اوكي. فعجبني انه في مكونات كتير، البيز هو الفول والطعميه والبطاطس العاديين اللي بتاكلهم في اي مكان، بس في تنوع وفي طريقه حلوه في تقديم الاكل، فهي دي اللي مميزاهم. زي مثلا هتلاقي عندك البصل، الكولسلو، تلاقي عندك الطحينه، فما شاء الله كم تنوع رهيب. البتنجان البيزك العادي، بس طريقه تقديم الاكل حلوه. ده بقى الاختراع الحلو، الا وهو الطعميه. ليه؟ لان الطعميه محشيه جبنه، فتعالوا نشوفها مع بعض. الطعميه بقى كده بسم الله نفتح يا جماعه. الطعميه مليانه جبنه بشكل غير طبيعي. شكلها حلو. تعالوا نجرب. بسم الله. طعميه عاديه جدا، سمسم ولذيذه، كرانشي جدا، سخنه جدا، ممكن ناكلها في اي مكان عادي، مش شرط بالحجم ده. المميز الجبنه، حسيت بطعم الجبنه شويه. وانت بتاكل في النص تبدا تحس بطعم الجبنه ان هي فعلا غنيه فيها. هم متوصلين بينا شويه عشان احنا بنصور، بس الظاهر ان دي الكواليتي بتاعت الاكل العاديه، وده اللي عجبني. المكان اللي انا قاعد فيه ده، وفي الشارع اللي ورايا، وما شاء الله الشارع هنا برضو في ناس قاعده والناحيه دي، بس الاكتر يا اما بتقعد هنا يا اما بتقعد في الناحيه الثانيه.
خدنا ريفيو على الاكل السريع توتال عاجبني ما شاء الله، ممكن نقول 8. حلو قوي. الاحلى حاجه هنا اجواء الناس حلوه، واللي شغالين في المكان جمال وبيشجعوك ان انت تاكل وبيحيوك، ناس جميله. اوكي طيب احنا الحمد لله خلصنا اكل ما شاء الله حلو. ازي حضرتك عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ ممكن تعرفنا بيك؟ انا يسري عم زغلول. اوكي هو عم زغلول هو الجد او الاب؟ الاب عم زغلول. الاب عم زغلول والاستاذ اللي بيقف بدقنه كبيره ده اخويا الصغير اسمه ايه بقى؟ الشيخ محمد. الشيخ محمد هو مشهور معاكم على الفيس اسمه العم زغلول. تحفه جدا. ايه اكتر حاجه بالنسبه لك شايف ان هي بتميزكم عن اي حد بيعمل فول في مصر او طعميه في الحمد لله مصر؟ والله كل حاجه، لان ده تعب وشاء الاب والام. اوكي. الشيخ طبعا البركه بتاعتنا، هايل. هو اللي علم الناس دي كلها تعمل الاكل بنفس الطريقه بتاعته. اوكي. بس هو لو موجود الاكل زي ما قلت لك هيفوق. هو كده الاكل حلو والله. انا اقول لك انا وجهه نظر بتاعت الجزائر، اول مره يجي اكتر حاجه عجبتني هنا روح الناس في المكان الحمد لله واستقبال الناس. ده احلى حاجه، الاكل تحفه وجميل، احسن من استقبال الميري. ده الاحسن. هو ده الاحسن. هو الناس هم اللي بيعملوا تجربتك، مش مهم الاكل. انا اكلت كده ممكن اكل في اي مكان، بس استقبال الناس هنا مختلف. دي اكتر حاجه عجبتني. الحمد لله. مبسوط ان انا ربنا والله ده خليك. مبسوط ان قابلت حضرتك جدا. سعيد. الله يسعدك. شكرا. احنا الحمد لله خلصنا الاكل بسم الله ما شاء الله، خلص خلاص. حلو. يلا بينا على الستوب اللي جايه. احنا النهارده هنشوف اماكن شعبيه وفي نفس الوقت اكل، فهتاكلوا معانا كتير قوي قوي النهارده. لو كان في طلبه ما كنتش هتعرف تقعد. السلام عليكم. مع السلامه. باي باي. يلا بينا. شوارع اسكندريه كلها يا مينا، الحواري كلها ضيقه كده زي هنا ولا دي بس؟ لا هنا بس. دي الشوارع العاديه في اسكندريه، المباني اللي موجوده، وبعدين المكان بقى اللي بيمشي فيه الترام، ودي من اكتر الحاجات اللي بتميز اسكندريه. في الاخر خالص 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 هتلاقي الاشاره، وبعدين هتلاقي الترام في النص واخد الطريق من اوله لاخره، والترام بقى فيه الحاجات اللي متعلقه في وسط الطريق، وعلى يمينكم وعلى شمالكم هتلاقي العماير. شكل العماير في اسكندريه نوعا ما مختلف. العماير دي نوعا ما جديده، بس في عماير تانية هنستكشفها في حتت شعبيه اكتر هتكون قديمه قوي وشكلها احلى بكتير. شكل الشارع حلو حقيقي. في ترام جاي هناك اهو، هنبص عليه. بص الترام وهو جاي علينا حاجه غرام. بس نفسك الاول، عرف نفسك. مينا. انا اسمي مينا، بعمل فيديوهات سفر. اغلب الفيديوهات اللي انا بعملها في اسيا، فلو عايز برضو فيديوهات سفر، وبعمل فيديوهات ازاي تاخد التاشيره. اوكي. ودي الفيديوهات اللي انا عرفته منها وشفت فيديوز ليه كتيره. مينا بيعمل فيديوهات كويسه، ادخلوا شجعوه. ترميزك ادخلوا شجعوه، قولوا له احنا من عائله سليم وشجعوه، لان هو محتواه يستاهل اللي انتوا تدعموه. شجعوه عشان هو بيتعب قوي في الحاجات اللي بيعملها بصراحه. جود لك يا مينا. ده الترام يا جماعه. الترام في اسكندريه. ترام صح؟ ترام في اسكندريه. انا عايز اجرب ترام قوي. يلا بينا. ترام في اسكندريه لونه حلو قوي، لونه اصفر، وده لوني المفضل. فدي احلى حاجه في اسكندريه ان كل حاجه لونها اصفر. التاكسي لونه اصفر، الترام لونه اصفر، بجد يعني تحس ان هي مدينه ملونه كده جميله. ماشيين. ده محرم ليه؟ ده محطة الرمل. دي محطه الرمل. بص بقى يعني اكتر مكان حيوي يعتبر. هنا في كل حاجه على فكره، يعني في اماكن بتعمل حاجات الكترونيه، في مطاعم اكل، في كل انواع المطاعم اللي انت ممكن تتخيلها، صيدليات، في كل حاجه. الترام القديم مع الترام الجديد. حلو. ده الترام القديم والجديد اهو، الاثنين لونهم مختلفين، ازرق ولبني. فده والاصفر لذيذ. انا شفت والاصفر كمان حلو قوي. انا شايف لحد دلوقتي بجد اسكندريه منظمه عن القاهره. في اماكن في القاهره منظمه، بس اسكندريه تحسها فيها حته جماليه، لمحه جماليه حلوه. البن البرازيلي، محمصه البن البرازيلي. اوكي. دلوقتي موجودين على الصخور بتاعت اسكندريه الجميله، اللي هي اشهر حاجه انت ممكن تشوفها في اسكندريه. الصخور الجميله، الناس اللي قاعده بتصطاد، والبحر الجميل. يا سلام على ريحه اليود. ماشي على الصخور، والصخور دي الزحلقه جامد. حقيقي موضوع مخيف شويه، بس الصخور الزحلقه. القعده على البحر حلوه قوي الصراحه، ومريحه نفسيا بشكل مش طبيعي. الصخور دي هي شويه ممكن وانت بتتحرك عليها في الاول من هنا كده هتلاقيها تحس ان هي بتحرقك شويه، وهنا نوعا ما لذيذه تعرف تقعد عليها وناشفه. اجواء حلوه، السما ما شاء الله صافيه، دنيا جميله، جو جميل. السلام عليكم. الناس الحلوه دي قاعده بتصطاد،
وحوالينا هنا الصخور والشاطئ اهو. اجواء اسكندريه حلوه، كانت وحشاني شويه، وبصراحه يعني بحر اسكندريه كفيل ان هو يغير كل مشاكلك ويغير من طاقتك النفسيه. البحر بس وريحته. فريسكا، هنا جاب لنا فريسكا بالعسل ده. اكلتها في القاهره كانت حلوه، مش عارف هنا هيبقى شكلها مختلف ولا لا، طعمها مختلف ولا لا. طعمها حلو، مش باين فيها العسل قوي بس لذيذه، بالظبط عامله زي نفس طعم البسكوت الويفر العادي جدا، بس هي اخف كتير، بس لذيذه جدا بصراحه. شكرا يا مين. بتحب دي ولا بتحب اللي هي اللي بتبقى فيها فول سوداني وحاجات في النص الصغيره؟ كفايه العاده بس بجد؟ هي العاده ده حقيقي. نزلنا شويه تحت دلوقتي انا يعني الميه قريبه مننا قوي، فانا هو الميه ايه واحنا هنا. خلي بالكم بتاع الاخضر ده بيزحلق جدا. انا هسيبكم كده نص دقيقه كده مع صوت البحر وتعيشوا الاجواء معايا كده. انا ركبته قبل كده على فكره، ده اتوبيس دورين بيلف اسكندريه كلها، او بيلف يمكن على الكورنيش بس. مره شفته كان في معاه بنت السليه، وكان في سنيين قد كده كنا بنعمل لهم باي كتير. اوكي حلو قوي. انا عايز اقول لك كنت عايز اسيب اللي هو اجري على الاتوبيس اركبه واتكلم معاهم. هم لذيذ قوي الصراحه السنين. الكورنيش مليان ما شاء الله، كم ناس. اسكندريه لذيذه قوي في الجو ده بصراحه، كويس ان النهارده اجازه. الموضوع الكورنيش مليان كم ناس طبيعي. دلوقتي قرب من القلعه. احنا دلوقتي جينا عند قلعه قايتباي. القلعه النهارده زحمه قوي، مش عارف ليه، يمكن في ناس كتير قوي. كنا فاكرين ان النهارده بما انه اجازه الموضوع هيبقى هادي شويه، مش حابب ان احنا نركز على الاماكن الاثريه، ولكن القلعه من اكتر الاماكن اللي بيكون فيها سياح او اجانب كتير. والنهارده في ما شاء الله ناس كتير قوي مصريين جايين، سواء مزارات او مدارس او حاجات كده. ازيك؟ عامله ايه؟ منور. معلش اصطدام بسيط. اصطدام بسيط. القلعه فيها اماكن كتير قوي من جوه، ولكن انا مش حابب نستكشفها قوي. تركيزنا النهارده هيكون على الاكل وعلى الاماكن الشعبيه. حبيت اوريكم كده لمحه بسيطه. ده المدخل بتاعها من بره هنا، وفي مدخل تاني من الناحيه التانيه. excuse me. Hello, do you speak English? You speak English? A little English? Okay, I would love to have you on my YouTube channel. I would love to ask you like what do you think about Egypt? Do you love Egypt? Japanese or Chinese? Chinese, okay. Wu Xiao Mina, Ni Xiao Shima. He was in China. Like- We're just interviewing foreigners. I'm a YouTuber and I'm making videos interviewing foreigners in احنا بنعمل فيديوز فورنرز ان انت عربي عندي ولا بودكاست مصري؟ اسمه فورنر ان ايجيبت. اهلا بيك. هو باين عليك ملامح عربيه ومصريه. ماشي. طب قول لي انا عربي عشان اكلمك عربي. قول لي. احنا مش داخلين جوه، لا احنا بنصور فيديوز يوتيوب. كنت قلت لقيتني صورة عشان لو فوتوغرافي. يعني يا بخت الفوتوغرافر اللي هيصورك، والله يا بخت. احنا خارجين من القلعه، قلعه قايتباي هناك. احنا ما دخلناش القلعه في الاخر، كنا بنشوف هل هندخل ولا لا، بس للاسف طلعت القلعه زحمه وما عرفناش ان احنا ندخل. المكان من هنا نوعا ما النهارده زحمه، يمكن عشان اجازه. هنتحرك دلوقتي ونروح اماكن شعبيه وحوالينها هنروح ناكل، فهيبقى هو ده تركيزنا النهارده. محمد حامد شيخ. احنا هنا كده في بحري. اتفضل يا باشا اتفضل. البحر قدامنا الناحيه الثانيه، كنا قاعدين هناك والدنيا جميله قوي، ودلوقتي احنا في بحري.
الحته دي مليانه كم اكل غير طبيعي. في ناس بتبيع البان، في ناس بتبيع سندوتشات، في فطاير، في كل حاجه. وفي قهوه هنا من اقدم القهاوي، ودي قهوه فاروق، حلوه قوي. انا عايز اعرف رايك ايه اكتر حاجه بتميز اسكندريه عن اي محافظه في مصر غير الاماكن؟ شايف روح اسكندريه مختلفه فيها عن اي مكان؟ قول لي ايه اللي بتحبه في اسكندريه؟ وهواها زعفران. بس دي احلى حاجه فيها. اسم حضرتك ايه؟ بص سعيد عم عبد الله. هوريكم دلوقتي قهوه فاروق، دي من اقدم القهاوي اللي موجوده هنا في اسكندريه. هدخل بس كده اكتشفها من جوه. اولا القهوه قديمه بشكل غير طبيعي. السلام عليكم. فقالوا لي دي من احسن القهاوي اللي تيجي تصور فيها. مش كل الناس بتحب ان الناس تصور عندها. اولا دي قهوه فاروق، دي من اقدم القهاوي الموجوده هنا، وبس هم مش حابين ان انا اصور عندهم. القهوه دي قديمه قوي، حاطين حاجات جوه تعبر عن الملك فاروق ووقت الملك فاروق وكل ده، ولكن هم ما حبوش قوي ان احنا نصور عندهم. وناكل شوارع هنا دي المنشيه في الغالب. الشوارع هنا ضيقه قوي قوي قوي، ومليانه كم عماير غير طبيعي. بصوا العمارات يمين وشمال في كل حته، ومغطيه الشارع كله، وكل العماير صغيره، دورين 3 ادوار. ودي حاجه بصراحه لذيذه جدا، ومن احسن الحاجات اللي بتميز الشوارع هنا ان هي ضيقه. السلام عليكم. احنا كده في المنشيه صح؟ ما بين المنشيه وما بين بحر. ما بين المنشيه وما بين بحر. حلو جدا. طب الشارع ده اسمه ايه؟ حسن عاصم. شارع حسن عاصم. حلو. شارع الحب والغرام. شكرا. فرنة العيش الجميلة. الشارع هايل قوي، ضيق بشكل غير طبيعي وشكله مريح، ودي احلى حاجة بتميز الشوارع الشعبية اللي موجودة في اسكندرية هنا، البيوت بتاعتها والاماكن بتاعتها الصغيرة. هنرجع تاني للشارع الاساسي. خلصنا الشارع هنا دلوقتي، مفيش هنا حاجات يعني عجبتنا قوي. هنروح مكان نشرب فيه حاجة مختلفة، هنجرب بقى عنده عصاير وحاجات مختلفة. هنروح عليه دلوقتي على طول. الحاجات اللي عجباني قوي قوي في اسكندريه شكل العماير اللي على الكورنيش. العماير هنا حلوه قوي بجد، يعني احسن بقى من الزمالك ومصر الجديده. العماير هنا حلوه ليه؟ لانها بتبص على البحر على طول. دي من احلى الحاجات الموجوده هنا. بصوا المباني الطويله هنا بقى مش قصيره. هنا يعني العماره تلاقيها مثلا ممكن توصل ل6 ادوار او يمكن 10 ادوار. بس بنشوف كل شويه معالم من الحاجات بتاعت اسكندريه. ده مجمع المحاكم بتاع اسكندريه ده اللي كنا عنده. وهنا دي محكمه. دي المنشيه. الايه؟ دي المنشيه. دي منشيه، منطقه المنشيه يعني. وده تمثال اسمه مش عارف اسمه ايه. اوكي. جندي المجهول. ده جندي المجهول. جندي المجهول ده زي صلاح سالم في منطقه المنشيه. حلو جدا. شكل المباني هنا تحس معمول على ستايل يوناني شويه، يعني المبنى ده معمول على ستايل يوناني شويه، وده برضو تحس واخد شكل يوناني كده اكتر شويه. شكل الشيش هنا او شيش عالي جدا، والبيوت كبيره قوي بشكل جميل، وفي نفس الوقت تلاقي البيت واخد نصيتين. الشوارع الجانبيه بتاعتها حلوه قوي. شكل القهاوي بتاعت اسكندريه كلها كراسي الخشب بتاعت زمان دي، الميكروباصات بس مغطيه على القهوه. التمشيه في الوقت ده جميله، وفي نفس الوقت في روقان لان النهارده الجو فاضي، فالموضوع مريح شويه. بصوا هنا دي من احلى برضه العماير. شكلها متجدده. المكان ده من اقدم الاماكن الموجوده في اسكندريه، والقعده فيه رايقه وهاديه جدا. ده مسرح محمد عبد الوهاب. معرفش هل ده فعلا يعني محمد عبد الوهاب هو اللي عامله ولا لا، بس ده شكله حاجه قديمه قوي. نفس تراث بقى العماير في كل حته يعني. جميله بصراحه. سانتوريني. دلوقتي عند مكان بيعمل كم انواع عصاير غريبه الصراحه، ميكس عصاير غريب قوي على بعضه، وعاملين منيو طويل. يعني اوريكم بس المنيو، يعني قد ايه المنيو طويل، وقد ايه بصراحه انا ما شفتش منيو زي ده قبل كده. يعني بصوا دي كم العصاير اللي هم عاملينها، وكل حاجه بقى باسم. في اسماء غريبه، في حاجه اسمها رضعات، في حاجات باسماء ناس، يعني الامبراطور والخد الجميل. ما اعرفش هل دي اسماء ناس وهم حاطينها على المنيو، ولا دي ليها قصص. انا عرفت ان هم بيعملوا هنا ميكسات حاجات كتيره.
العصير ده مكوناته كتير قوي. اولا هو اسمه مش حلو الصراحه، يعني اسمه مش احلى حاجه، بس مكوناته. العصير ده معمول من كيوي وجرجير وحلاوه وبلح. اكتر حاجه باينه فيه هي الكيوي اخضر، فتعالوا كده نجرب ونقول بسم الله. حبيته جدا بصراحه. بص هو باين فيه جدا طعم الحلاوه، والجرجير باين فيه اكتر، فتحس ان انت بتاكل حاجه مضروبه كده في الخلاط كلها على بعضها. عجبني ميكس الكيوي والجرجير، بس الحلاوه مش احسن حاجه، مش مدياله طعم حلو. فكره خلط كل الحاجات دي مع بعض يمكن حلوه ويمكن لا. كترها بصراحه مش احسن حاجه ومش مديني طعم لذيذ. سعره حاجه و40 جنيه او 40 جنيه. حاسه صغير شويه، بس يمكن على المكونات دي كفايه نوعا ما. بصراحه العصير ده اديله يعني ممكن ايه 7 من 10. طعمه نوعا ما لذيذ. بسم الله. حلو مش بطال. يلا نجرب اللي بعده. ده عصير تاني بقى اسمه كتكوت. ده الكتكوت ده عباره عن بلح وجوز هند. انا بشرب حاجه مكونه من بلح وجوز هند مع بعض. لونها لذيذ، شكلها يعني مشجع على الشرب شويه. يلا نجرب. بسم الله. حبيت الكتكوت ده قوي، باين فيه قوي طعم البلح والجوز الهند. الصراحه محليه، جوز الهند محليه بشكل مش طبيعي، والبلح حلو قوي. بصوا هو حجم العصير مش كبير الصراحه، صغير جدا، ويمكن يعني اسعاره ده سعره 20 والتاني كان 40. اسعار متوسطه معقوله، وبصراحه الميكس اللي هم عاملينه والافكار عجباني، فالموضوع يستاهل التجربه الصراحه. ادي كتكوت ده صراحه ده يستحق 8 من 10. جامد قوي واحلى من التاني، لكن حاسس ان انا بشرب كميه سكر رهيبه، انا مش عارف اقدر اكل التاني ازاي. جربت الكتكوت؟ جرب كده، ولا لو بتقرب غير البتاع. خمن من ايه؟ خمن مكوناته. جوز هند باين فيه اكتر ولا البلح؟ البلح باين فيه اكتر. انا عاجبني فيه ان هو بلح اكتر. حاسه مش عاجبك. مش باين عليك قوي. حاجه كده شوكولاته. حلو او فواكه. حلو. وانت كم من 10؟ 3. انا اديته 7 من 10. هو عاجبني. ماشي، يلا بينا على الستوب الجاي. ماشي دلوقتي على الكورنيش. اجواء اسكندريه المرعبه اللي بصراحه عجباني قوي لحد دلوقتي. حاسس ان انا بفطر في كل حاجه، ولكن الاجواء جميله. شكل السما مرعب ما شاء الله. البحر حلو قوي ومغري الصراحه. التاكسي الاصفر الاسود بتاع اسكندريه العالمي. اجواء والله يعني فعلا اسكندريه بريه وهواها زعفران. قابلنا حد بيعمل محتوى على تيك توك. وراك ايه؟ انا مبسوط بالصوره الجميله اللي احنا قابلناك دي. مينا هو اللي قال لنا لازم نيجي نتعرف عليك. ربنا يخليك. انت اصلا اسكندراني من اسكندريه؟ اصلا؟ جرب اولاد عبده جامد جدا. اولاد عبده 10 من 10. احنا جايين مخصوص من اولاد عبده سندوتشات بخ جمبري كل حاجه. هو عامل لنا النهارده جوده اكل اصلا. انا جاي مخصوص من القاهره عشان يورينا اماكن الاكل في اسكندريه. انا واثق فيك. فمبسوطين ان شفناك قوي. بس سعيده. احنا دلوقتي رايحين على مكان بيعمل سندوتشات. الشارع هنا فيه كل حاجه ممكن تتخيلوها. كميه زحمه غير طبيعيه، ولكن اجواء حلوه الصراحه. كم اماكن هنا بتعمل اكل، كل انواع الاكل ممكن تتخيلوها. في ناس بتبيع سندوتشات وفسيخ وكل حاجه، والقهاوي بتاعت اسكندريه الجميله، واجواء اسكندريه الحلوه الصراحه هنا مميزه. دكتور الفسيخ. دلوقتي رايح عند مكان من احلى الاماكن اللي بتعمل بقى سندوتشات حلوه قوي، سندوتشات لوكال وشعبيه وجميله. اولاد عبده من احسن المحلات اللي بتعمل سندوتشات في اسكندريه، فانا برشحه بنسبه 10 من 10. بس احنا دلوقتي مقلقين من حاجه واحده بس، ان هو ما يرضاش يخلينا نصور. ده هنصور عادي، احنا نشرف اي مكان ندخله على فكره. ايوه اتفضل. دلوقتي طلبنا لحمه بصل ده حلو قوي. ده ساندوتش عندهم سعره 20 او 30 تقريبا. انا السعر بالنسبه لي حاسه زياده شويه. بسم الله. هو اولا عشان ساندوتش لحمه معمول بالبصل، هو ممكن يكون ب 20 وده يستاهل بصراحه لانه ساندوتش لحمه حلو. بصوا ساندوتش من جوه عجبني بصراحه، التفاصيل بتاعته ما شاء الله، بهاراته حلوه، طعمه لذيذ، واللحمه كمان سخنه ومستويه. بسم الله. حلو، بس انت بتاكله بتجوع، تحس ان انت عايز تاكله تاني. اديله 8.5 من 10. حلو قوي. دلوقتي جبت ساندوتش كابوريا وساندوتش حلاوه نوتيلا. نجرب الكابوريا ده. انا اول مره اكل ساندوتش كابوريا. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيت ده قوي قوي قوي. معمول بالليمون. يا جماعه ساندوتش خطير. بصوا حلو جدا.
معمول بالليمون. هو بصراحه مليان، مش قليل، مش صغير، وطعمه حلو قوي، فيه ليمون ولذيذ وسخن، فما شاء الله طازه يعني. اختراع ولازم يتجرب. بسم الله. كابوريا 10 على 10. شوف اللي بعده. ده بقى كريمه نوتيلا، يعني شوكولاته بالكريمه. نجرب. بسم الله. حلو بجد. اولا اصلا يعني بالنسبه لي جديده ان انا اكل سندوتش شوكولاته، ممكن اكل نوتيلا لوحدها، بس فكره ان انا اكل سندوتش الشوكولاته والكريمه حلو، جديده وحلوه الصراحه، وحلو انك تاكله وتحلي بيه. كده خلصت السندوتشات الجميله دي، تجربه حلوه بصراحه، واول مره اكلها، فحاجه حلوه انك تجرب حاجه كده مفتكسه جديده بالنسبه لك واول مره تاكلها، فالتجربه حلوه تستحق الصراحه جدا. دلوقتي بقى هوريكم المراحل اللي احنا بنبدا فيها علشان نخلي اي سمكيه في الدنيا، وبالذات الفسيخ. فمراحل فسخ مراحل خلي الفسيخ مختلفه عن اي حاجه ثانيه. يلا بينا. نقطعها من تحت الاول. هاجي اشرح لي كده واحنا بنعملها. ناخد الديل وبعد كده ناخد الدماغ. حلو قوي. تمام. هنشيل الزعنفه ديت. اوكي. وبعد كده نشيل المعده. نفتح السمكيه بالطول. تمام. حلو قوي. تنضف خالص في المعده اللي فيها. اوكي. الجنبين. بنسميها المصارين. ايوه ماشي. نسميها المصارين. حلو قوي. اللغه الشعبيه الدرجه بتاعتنا. وبعد كده هنشيل السلسله. ان شاء الله. ما شاء الله اسرع حد ممكن يخلي لك فسيخايه. تعرف الفسيخه الحلوه بقى ان اللون بتاعها يكون ابيض كده. اللون بتاعك وردي. وردي ما شاء الله. وردي. اوكي. بص السلسله عامله ازاي؟ اوكي. السلسله متماسكه. تحفه. السمكيه السليمه او السمكيه النظيفه لها شروط. ده ملح متوسط. ده ملح متوسط ولا مالح ولا عادم. طبعا انت موجود في المنشاه، هتلاقي منشاه تجاريه موجود عندها جميع الانواع. اذا كان عادم ولا وسط ولا حادق. ايه اكتر نوع بيطلب عند حضرتك والناس بتحبه بالذات بقى في شم النسيم؟ اكتر نوع الناس بتحبه العادم. يعني 90% اللي هو مش يعني اللي هو ملح بسيط. اوكي. مستوي بس ملح بسيط. عندي سؤال، موضوع التسمم اللي بيجي من الفسيخ ربنا يبعد عننا وعن السمك. تمام. بس ده بيحصل بسبب ايه؟ هل بيبقى مالح بزياده ولا ده لا بيكون نوع سمك مش كويس. النوع بتاع السمك. نوع سمك مش كويس. ده نوع سمك ايه؟ ده نوع سمك بوري. وده الاساس، ده احسن ده نوع. اساس احسن حاجه في السمك. حلو. في نوع تاني اسمه طبار، ده عيوبه كتير. اوكي. ومشاكله كتير. البوري احلى. البوري احلى. ندوق على طول. اتفضل. يلا بينا. ممكن بقى نقطع حته صغيره كده من ايد حضرتك الجميله عشان اقطع لكم حته صغيره. عشان ناكل بقى. لازم اعمل كده. قوي. لا هو في عيش اصلا. طبعا في ناس في التعليقات ممكن تقول هو شغال بايده ليه؟ مش لابس جلافز ليه؟ اكيد طبعا. اكيد طبعا. انت جاي بالاستعجال. فاهم؟ معلش. ما لازم بقى غلط التعليقات دي. طالما احنا بنعملها بننضفها على طول، مش ده بيحصل، بننضفها على طول. دلوقتي جت اللحظه اكل بقى بعد كل ده. انا مسلم. انا بقى استني كده تقريبا شكرا. تعالى ناكل مع بعض. بسم الله. 1 2. طيب. مش مالح، متوسط، زياده قوي عن الملوحه بتاعت الرنجه، وده الطبيعي. انا ما باكلش كتير خالص، بس حبيت النهارده عشان اجرب ده، فده اللي انا حاسه بجد. اونست ريفيو. مالح شويه، متوسط. لو انت مش بتحب الحاجه المالحه الاحسن ما تاكلوش. لو بتاكل رنجه دلعه يبقى ده الاحسن، وبتبعد عن الفسيخ. تجربته حلوه. اللحمه بتاعت السمك جميله. بوري صح؟ بوري. لا ما شاء الله كويس ومعمول بطريقه حلوه، وفكره ان هو لونه وردي انا حاسس ان انا مبسوط ومش مقلق من فكره ان هو لونه وردي وشكله طعمه حلو. ريحته جميله
والفسيخ نفسه نضيف، فحاسس التجربه جميله وتستاهل، لكن انا مش هجربها كتير ومش هاكل فسيخ كتير، ممكن مره واحده بس. الدنيا هنا اهدى واحلى بكتير، مفيش ناس كتير هنا، مفيش زحمه، والكورنيش في لسان هنا احنا طالعين عليه دلوقتي خليك تبص على الكورنيش على طول. بص بقى الحلاوه، ايه الروعه دي. اقف هنا شوف البحر الجميل حواليك بتاع الاخضر اللي بيبقى على الصخر ده، في ناس كتير قوي بتقع وبتزحلق عليه. القعده من هنا جميله بصراحه، تبقى كاشف البحر كله حواليك، فالموضوع مريح نفسيا جدا جدا. عايز اسيبكم بس شويه كده مع صوت البحر والجو. الاسكندرانيه بيقولوا عليهم جدعان اكتر من القاهره، ده حقيقي؟ لا اسكندريه جدعان والقاهره جدعان، بس اسكندريه فيها طيبه فيهم جدعان يعني اكتر. لا اكتر. مصر اسكندريه كلها واحد. ايوه مصر اسكندريه واحد، اسكندريه يعني من غير كلام ولا دعاك ولا ضايق، ربك سبحانه وتعالى مبارك على مصر بالذات. بص سعيد وهتبقى مصر. الله يكرمك، شكرا. دلوقتي عشان هننزل تحت هنا عشان نستخدم الميه اكتر. احنا قلقنا عشان انا عايز احس الميه، والاجواء هنا مختلفه بصراحه. الله على الاجواء. ايه اكتر حاجه في رايك حلوه في اسكندريه؟ احنا بنحكي البحر البحر والناس يعني في رايك شايف ان البحر بيأثر على الناس؟ يعني البحر هنا مخلي الاسكندرانيه هاديين رايقين شويه عن بتوع القاهره، عن زحمه القاهره. اول ما توصل ده حقيقي. عشان كده اسكندريه رايقين شويه عن بس غضبهم وحش يعني، بيفعلوا عصبيين شويه. عصبيين شويه. ده عند ده عند يعني العرق المصري موجود، بس الروقان بتاع الجدعانه هنا جدعانه. عشان كده يقول الاسكندراني دايما جدع. الاسكندراني راجل يقف جنبك. مشكله تلاقي الناس كلها بتتلم تطلبهم. والله ربنا يديم الموضوع ده في مصر كلها، يعني مفيش بلد في الدنيا فيها الجدعانه بتاعتنا. فرصه سعيده يا عم جمال. حبيبي يا عم جمال. عينها كده كانها حيه وشكلها السمكيه دي اسمها كحله، لسه عم جمال مطلعها دلوقتي، بس ما شاء الله حاجه زي العسل، جميله قوي. بصوا يعني في سمك اكبر من كده بكتير، وهو ان شاء الله ربنا يرزقه ويصطاد اكتر، بس حاجات بالليل بيصطادوا حاجات اكبر شويه، جميله الصراحه ما شاء الله. بصوا السناره ما شاء الله كبيره، حاجه يا جماعه. شكل السما جميل قوي قوي قوي. ايه الحلاوه دي؟ شكل السما بجد حلو تحفه الصراحه. اسكندريه جميله بجد، جميله بجد يعني. دلوقتي زين بيصور ومعاه شجره المانجا، وانا معايا رز بلبن باللوتس. دي اخر ستوب هنا علشان نجرب الحاجات الجميله دي، هم عاملينها. زين معاه شجره مانجا وانا معايا رز بلبن باللوتس. ايه رايك؟ يعني انا دوقتها، لا هي مسكره. حلوه؟ حلوه قوي. يعني مانجا حقيقيه مش انت شايف ايه؟ ما شاء الله. ما في حاطين فعلا المانجا جوه الكوبايه. تعالوا نجرب مع بعض. بسم الله. ايس كريم عايزه ايه؟ رز بلبن حلو، عجبني قوي ان هم حاطين ده تقريبا صوص شوكليت، صح؟ انا خليك تدوق على فكره، لازم تدوق صوص شوكليت اصلا. ماشي. ولوتس اللي هو بسكوت مكسر عليه، عجبني طعمها. انا باكل رز بلبن بيزك عادي، بس اول مره اطلب الاثنين دول مع بعض. اللوتس اول مره. حلو بصراحه. فدوق تاني. بصراحه حلوه، هديها 7 من 10. بس السكر جرب المانجا، سكر زياده قوي. اكيد. اوكي. بسم الله. عايز رز واحد صح؟ مانجا اسماعيلاوي دي. هي حلوه لان انت فعلا هي كلها مانجا، وهم يعني هو فعلا هي شجره مانجا، مش عصير مانجا، هي شجره مانجا. وهنا ننهي الفيديو ده. فالخلاصه انبسطت قوي ان انا كنت مع زين ومع احمد ومع الجروب بتاع النهارده. والله انا كمان انبسطت جدا، يعني كان يوم رائع بجد قوي، مليان اكل فعلا. ان شاء الله هنكرر التجربه دي تاني ان شاء الله. قولوا لنا في الكومنتس لو حابين ان شاء الله نفس الجروب ده نعمل حاجات اكل ثانيه في اماكن ثانيه، او نجرب حاجات مع بعض. وانا انبسطت فعلا معاهم النهارده. اشوفكم الفيديو الجاي. شكرا يا زين. انا سليم، سلامكم الله.